السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ داير النهارده خبر كده ان عبد الله السعيد مش عايز يجدد للزمالك وطلب 70 مليون في الموسمين وحوارات كده، ولما حاجته من النادي وعمل طلع تأشيرة حج. حوارات كتير كده عن حوار عبد الله السعيد. بس عبد الله انت 40 سنة، يعني انت خلاص اللي زيك قاعد في الاستوديو يحلل دلوقتي. مش عارف بصراحة هو طلب الرقم ده بناء على ايه، ولا هو بيقدم ايه في الملعب يستاهل عليه الرقم ده. بس هي الأرقام في مصر عموما الفترة الأخيرة بقت خزعبلية كلها. المهم يعني مش قضيتنا. انا جاي النهارده اتكلم عن نادي الزمالك عموما. هو في حاجه غلط في نادي الزمالك والله. هو مش طبيعي يا جماعه اللعيبه اللي بتهرب دي، او اللعيبه اللي مش عايزه تجدد، او اللعيبه اللي بتمشي، او اللعيبه اللي بتروح لغريمك اللي هو التقليدي بتاعك النادي الاهلي. اللعيبه اللي بتروح بيراميدز الموسم اللي فات خد منك اسامه نبيه وابن فاروق جعفر، سيف فاروق جعفر. في حاجه غلط في النادي يا جماعه. يعني الموضوع ملوش علاقه بالمؤامره الكونيه بقى، وملوش علاقه بكل الكلام ده. لا، هو في حاجه غلط جوه النادي بجد. ما تفهمش بقى نجاسة ولا واكلين مال يتيم ولا في إيه بالظبط، ما تفهمش اقسم بالله. بس هو الموضوع فعلا في حاجة غلط إداريا، في كارثة. نادي الزمالك كان بيقع ويقوم يقع ويقوم، بس الوقعة اللي هو هيقعها دي لو وقعها فعلا خلاص. انت بتتكلم الزمالك لما كان بيقع في كرة القدم كان بيجيب له 3 4 بطولات في ألعاب الصالات، فكانت الدنيا بتمشي بعضها. دلوقتي حرفيا انت لا شايف في الصالات ولا شايف في الكورة. انت كرة القدم خلاص فرقك بقى مهلهل. أي فرقة في الدوري نازل تاخد منك ال3 نقط عادي جدا. كرة اليد الفريق اللي كنت بتنافس بيه أفريقيا من المغرب وفرحان بيه قوي وقع. كرة الطايرة انت في الهولند، كرة السلة النهاردة انت بتتغلب دبل سكور من الأهلي 110 61. يعني مش عارف بصراحة جماهير الزمالك ربنا يكون في عونهم والله. بس هو في حاجة غلط يا جماعة، فكوكم من إعلانات اتصالات والجو الأهبل ده. يا جماعة مش ما تعلقوش حياتكم على شماعات فاضية يا جماعة. بجد والله العظيم ما تنقوش أي حاجة تعلقوا عليها فشلكم. يعني انا بجد والله العظيم بستغرب جمهور الزمالك. يعني جمهور الاهلي اي نعم بيبقى قاسي شويه جدا كمان، وما عندوش حته العاطفه دي. قليل اول لما بنحس حته العاطفه دي، يعني ما حسناش من بعد ابو تريكه غير مع علي معلول. لكن اي لاعب تاني طز، اللي يجي زي اللي يروح عادي. يعني يمكن الزمالك فيه الحته دي كويسه عن جماهير الاهلي بصراحه، عشان اكون صادق. يعني انا اهلاوي، بس احنا كاهلاويه ما عندناش حته العاطفه دي قوي. يعني علي معلول على قد اللي بيحصل معاه في الموقف ده. في ناس اهلاويه بتقول لك لا خلاص علي معلول كبر وخلاص، الراجل احنا عملنا معاه الصح لحد دلوقتي وجددنا له الموسم وكمان جددنا له 6 شهور وبيقبض على راتب، ما قصرناش معاه في حاجه. في ناس كده اهلاويه وبيقولوا كده ان علي معلول خلاص يمشي كفايه عليه، او عايز يقعد فتره كاس العالم يجدد شهر ويقعد. لكن جماهير الزمالك عندهم حته العاطفه دي. بس انا اتمنى بجد والله ان جماهير الزمالك توعى لادارتها شويه، تهاجم ادارتها ما تهاجمش. مش اي حجه يا جماعه، ما تعملوش زي الاسماعيلي يعني. مش اي حجه نعلق عليها فشلنا وخلاص.